لكن في وضعية استكماله المادة الأولى من القانون 15/01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين صادر سنة 2002 بالمغرب، وهو وجوده هو طفل بالغ سن 18 سنة، ويوجد في كلا الحالات التالية. الحالة الأولى إذا ولد من أبوين مجهولين أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمعنى إرادته. الحالة الثانية إذا تعلق الأمر بطفل يتيم أو عجز أبوه عن رعايته وتوفير وسائل مشروعه لعيشه. كذلك الطفل الذي يعتبر طفل مهمل وفق المادة وهو الطفل الذي يعني يكون أبواه منحرفين ولا يقومان معا بواجباتهما من أجل توجيهه ورعايته بحسب سلوك حسن. وكفالة الأطفال المهملين وفق القانون 15/01 تتعلق يعني هي التزام برعاية الطفل المهمل وتربيته وحمايته بدنيا ونفسيا. المجتمع المغربي يعني استوجب مجموعة من الشروط في الأشخاص الذين يحق لهم كفالة الأطفال المهملين. من بين هذه الشروط الشرط الأول أن يتعلق الأمر بشخص يعني بالغ سن رشد، وقد يكون إما امرأة مسلمة غير متزوجة، وقد يتعلق الأمر بزوجان مسلمين. كذلك يعني من بين الشروط التي يعني تستوجبها المجتمع بالنسبة للأشخاص الذين يحق لهم كفالة الأطفال المهملين أن يتوفر معنا الوسائل المادية الكافية لتغطية احتياجات الطفل، وأن يكون سليمين من كل مرض معدي، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليهما أو على أحدهما من أجل جريمة مارسة الأخلاق أو مرتكبة بالأطفال. كذلك من بين الشروط المهمة التي يستوجب الطالبين الإذن في إسداد الكفالة أن لا يكون بينهما وبين الطفل المراد كفالة